السلام عليكم متتبعين، مرحبا بكم معايا في قناتي قناه السيده فيصه. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحده رفيسه تقليديه وصحيه، واهم في هادشي كله انها صحيه. هاد الرفيسه هذه الصحيه اللي مره خصنا نديروها. غادي نديرها معكم الرغيف ديالها بالدقيق الكامل، كتجي لذيذه بزاف وسهله وفي متناول الجميع. كنتمنى انها تعجبكم، وكنذكر الناس الجدد في القناه انهم يشتركوا في القناه الا كانوا باقي ما اشتركوش، وفعلوا جرس الاشتراك باش دائما توصلوا بجديد القناه. وما تنساوش اللايك والتعليق الجميله. دائما كنقول لكم دعواتي لكم بالمثل اخواتي. دابا ان شاء الله ندوزوا لطريقه التحضير مع المكونات. بقاو معايا وشاهدوا معايا الفيديو الى الاخر وفرجه ممتعه. لهاد الرفيسه ديالنا كنحتاجوا دجاجه من تقريبا الحجم ديال 2 كيلو. هنا انا عندي دجاجه روميه، ولكن الاصل في الرفيسه كنديروا الدجاج البلدي. عندي هنا واحد الزلافه صغيره ديال العدس اللي غسلناها مزيان ورطبناها في الماء، وجوج معلقات من 2 حتى ل 3 المعلقات كبارين ديال الحلبه حتى هي غسلناها ورطبناها في الماء. وكنديروا البصله، واحد 2 بصلات من حجم متوسط قطعناها هكا جنيحات. وعندي شويه ديال البصله بلديه من 6 هنايا حتى ل 7 ديال البصيلات بلديين صغيورين، وواحد الراس ديال الثوم اللي نقيناه وغسلناه مزيان كنديروه هكايا كامل، وشويه ديال البيض ديال السمان، ويمكن لكم ديروا البيض ديال الدجاج. هنايا بالنسبه للعطريه عندي الثومه، الراس ديال الثومه اللي نقيناه وضغطنا عليه شويه بالسكين، معلقه ديال السمن الحر يعني سمن بلدي حر، شويه ديال الزعفران حر، وشويه ديال القزبر مطحون يابس طحون، شويه ديال الكركم، السكنجبير، البزار، والملحه طبعا على حسب الذوق. زيت الزيتون او الزيت البلديه كنديروا كاس كبير ديال العنبه، القياس ديال كاس كبير ديال العنبه ديال الزيت البلديه. طبعا يمكننا نزيدوا العشوب، يمكننا نزيدوا راس الحانوت. المهم هذا هو لا باز في الرفيسه. ان الرفيسه كتجي لذيذه وكتجي صحيه هكا، ما كتكونش كثرت التوابل وكل شيء كيقد ياكلها. هنايا الدجاج عندنا من بعد ما جبناه غسلناه مزيان ورقدناه في شويه ديال الحامض والملحه والسكنجبير حتى بقى واحد الساعتين هكاك ولا اكثر. كنغسلوه كنعاودوا نشلوه بالماء مزيان وكنخليوه حتى كيسقطر تماما، حتى كيولي ناشفه. نتوما كتبان لكم الدجاجه ناشفه. كنزيدوا عليها هاد التوابل هادو من عدا السمن والزعفران، كنخليهم حتى كتغلى لينا الطنجره ديالنا. كنضيفوا انا هكا الطريقه ديالي في الرفيسه. كنضيف كل شيء مع الدجاج وكنحركو مزيان، كنقلبوا في الدجاجه مزيان. كنضيفوا زيت الزيتون، هنا كنديروا زيت الزيتون في الرفيسه، ما يمكنناش نديروا شي زيت واحد اخرى لان زيت الزيتون كتكون صحيه وكتعطينا واحد اللذه ديال الرفيسه اللي هي مزيانه بزاف. كنقلبوا هذا الشيء مزيان، كنبقاو نحركوا ونقلبوا هكايا حتى كتلبس لينا بهذيك العطريه كامله. وكنديروها كنشحروها شي شويه حتى كتشرب لينا داك الماء ديال البصله. عاد كنمرقوها وكنضيفوا السمن والزعفران وهذيك البصيلات والثومه. هنا الا كان غنديروا العشوب كنضيفوا العشوب. هنايا كيبان لكم هاد المرق باقي ما تلونش مزيان لان يلا ضفنا الزعفران باقي ما دابش. انا معطيه بعد كيطلق اللون ديالو. في هاد المرحله هذه كنذوقوا هاد المرق هذا، كنهزوا شويه ديال لاصوص وكنذوقوه باش كنتاكدوا من ان الزيت هي هذيك، الملحه هي هذيك. الا كان خاصنا شويه ديال الملحه كنزيدوا شويه ديال الملحه، ولا كانت خاصها شويه ديال الزيت طبعا حيت زيت الزيتون واخا كنزيدوها في الاخر ماشي مشكل، ماشي ضروري، ماشي بحال باقي انواع الزيوتات الاخرى. صافي كنخليو الطنجره ديالنا وكنغطيوها ونمشيو نوجدوا الرغيف. هنا عندي الدقيق الكامل اللي هو ماشي دقيق الكامل اللي كنشريو من البيسري، لان هذا كنشريوه زرع، كناخذوا الزرع او القمح اللي كيقولوا القمح، وكنقيوه كنطحنوه. كيكون ملي كنشريو كنختاروا داك النوع الجيد اللي كيطلع لنا الرغيف زوين. طبعا هنا حيدنا ليه غير ديك النخاله الغليظه وخلينا رقيقه. كنضيف انا شويه ديال الملحه، ما كندير لا سكر لا والو، الملحه فقط. وغادي نعجنوه بشويه ديال الماء من الروبيني، يعني الروبيني ولكن ملي كيكون خبز. هو في الحقيقه الدقيق الكامل كيتعجن بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم، يعني سوا الخبز سوا الرغيف. غير هو دابا في الرغيف كنديروا غير الماء بارد، وفي الخبز اللي كنكون فيه الخميره كنديروا الماء دافي باش طبعا باش يخمر لينا دغيا.
هنا كنبقاو نضيفوا الماء غير بشويه بشويه، وكنخليو العجينه قاصحه، سواء عجنا بيدينا سواء عجنا بالماكينه. حتى ملي كنديروا الطحين ديالنا في العجانه كنبقاو نديروا الماء بشويه بشويه، كنخليو العجينه في الاول قاصحه. هذا هو السر ديال العجينه ديال الدقيق ديال القمح او الدقيق الكامل كما معروف. كنبقاو نضيفوا الماء بشويه بشويه، نتوما كتشوفوا كيفاش كنبقى نحرك وكنضيف الماء بشويه بشويه، كنخلي العجينه قاصحه مزيان، وعاد كنبقى بشويه بشويه وانا كنعجن وانا كنرش بالماء. بعد كتطلق، هنا كيجي الخبز زوين او الرغيف كيطلع زوين. اما الا درنا الماء في مره واحده واخا ما كيجيش زوين، سبحان الله العظيم. هنا بشويه بشويه هانتوما كتشوفوا كيفاش كنجمع العجينه. انا خليت هاد لا فيديو في هكا هاد العجينه كامله بحال ما هكا باش تشوفوا الطريقه ديال العجينه ديال الدقيق الكامل. هكا كتكون عجينته بشويه بشويه، وحنا كنرشوا وكنعجنوا بشويه بشويه هكا بيدينا، او حتى الا كانت العجانه كنخليو الماكينه خدامه وكنبقاو نرشوا الماء بشويه بشويه هكا حتى كطرخى لينا العجينه. نتوما كتشوفوا كيفاش كتدلك، هي كطرخى. انا هي باش كنعرفوا هاد الدلكات كتبقى تطرطق ملي كنكونوا نعجنوا بيدينا، كتبقى تطرطق، كدير واحد الفوقعات وكتبقى تطرطق. هنا كنعرفوا العجينه ديالنا راه دلكات مزيان. صافي منين دلكات لينا العجينه غنجمعوها وغادي نخليوها هنايا في القصريه، نغطيوها نخليوها واحد الساعه هكاك او ساعتين باش تزيد ترطب لينا تعطينا الطوع. حنا الطنجره ديالنا كطيب وحنا كنخدموا. كتشوفوا العجينه كيفاش دايره واحد الفوقعات. هاد الفوقعات دليل على انها دلكات مزيان. صافي غنرجعوا ليها ان شاء الله من بعد ساعه او ساعتين. ها هي من بعد ما رجعنا للعجينه ديالنا كندهنوا يدينا بالزيت، ضروري كندهنوا يدينا بالزيت باش ما تلصقش لنا العجينه مع يدينا. صافي وكنقطعوا العجينه ديالنا على حسب الحجم ديال الرغيفه اللي غادي نديرو. صافي كناخذوا الرغيفه ديالنا كنطلقوها، كنديروا شويه ديال الزيت، يا زيت عاديه يا زيت الزيتون اللي بغينا. المهم كنديروا غير الزيت ما كنديروش الزبده. غير شويه كندهنوا الرغيف غير شويه باش كيبقى لينا ناشف، باش ما يجيناش الرغيف ديال الرفيسه عامر بالزيوتات. غير كندهنوا شويه. وهذا الدقيق الكامل الرغيف ديالو ما كنورقوهش بزاف حتى تبدا تبان لينا الرخامه. كنخليوه شويه غليظ باش ما يتقطعش لانه يقدر يتقطع لينا. صافي كنبقاو نطويو هكا الرغيفه ديالنا، كنديروا غير واحد 3 ديال الرغيفات هكاك وكنبقاو نطيبوا. كنبقاو نعجنوا ونطيبوا، ما كنصاوبوش كلشي في مره لانه دغيا كيطرخى. هكا حنايا كنقرصوا المقله حدانا كنطيبوا وكنبقاو نقرصوا بوحده بوحده. هذه هي الطريقه التقليديه ديال الرغيف ديالنا ديال الرفيسه. من الرغيف ديال الرفيسه بهذه الطريقه هذه باش كنصاوبوا كيجي لذيذ وكيجي صحي بالدقيق الكامل. وايضا العجينه ديال الدقيق الكامل راه سهله. طبعا عندنا الاناء اللي غنحطوا فيه الرغيف، فرشنا فيه واحد الورق باش ما يعرقش لينا، باش ملي نحطوا الرغيفه ديالنا ما تعرقش. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيتنفخ كيجي زوين. هكا كنبقاو حنا كنعجنوا كنطيبوا. هي الرغيفه ديالنا كطيب كتنفخات وجات زوينه وفي نفس الوقت كيكون ناشف. كنحيدوها وهي باقا سخونه، كنجمعوها بهذه الطريقه هذه باش كيتحل لينا. كنحلو بيدينا باش كيجيونا دوك الطريفات محلولين بشكل عشوائي ماشي بالمقص كاع كنحلو. انا كنحلو غير بيدينا وكنبقاو نقطعوها هكا بيدينا. الاناء صغير غنحولو في واحد كبير ان شاء الله، وغادي نبقى هكا حتى نكمل الرغيف ديالي. طبعا ملي وجدت لينا الرفيسه وطاب كلشي، الرغيف كنكونوا وجدناه كيكون برد لينا، غادي نديروه في الكسكس باش كيعاود يسخن. كنقدروا ندهنوه الا بغينا السمن كندهنوه بشويه ديال السمن عاد باش كنديروه في الكسكاسيفور. هذا باش كيسخن مزيان، باش كنحطوا الرفيسه ديالنا سخونه نصاوبوا تزيين الرفيسه ديالنا. عندي هنايا التمر، كنحلوا التمر وكنمسحوه بشويه ديال الماء الزهر. انا الماء الزهر كنمسحو بيه داك التمر باش كيعطينا كيجي لذيذ الماء الزهر مع التمر والكركاع، وفي نفس الوقت كيرطاب كيجي زوين. بهذه الطريقه هذه كيجي التمر رائع ملي كنمسحوه بالماء الزهر وعاد كنديروا الكركاع، وفي نفس الوقت كيعطينا داك اللمعان، كتولي التمره كيبان اللون ديالها زوين.
دائما التزيين كيبقى اختياري ولكن ضروري في الرفيسه. احسن حاجه كنزينوا بها هو التمر والكركاع والبيض. كنديروا بيض ديال السمان او بيض ديال الدجاج بلدي كيكون بنين اكثر. كنديروا بيض يكون الدجاج بلدي، وملي كنمشيو نشريو الدجاج هذا البيض البلدي كنعزلوا داك الصغير، كنعزلوا داك البيضات اللي كيكونوا في حجم صغيور كيجيو احسن. وحتى بعض المرات البيض ديال الحبش، راه حتى البيض ديال الحبش حتى هو كيتزين به الرفيسه. دائما التزيين كيبقى يكون خفيف، كيعطي منظر احسن من الا كان مشارجي بزاف، يعني قوت هذا بالعيب التمر والكركاع والبيض هذا هو احسن حاجه كيتزين بها الرفيسه. هنا درت حبيبات ديال القرنفل. صافي حيدنا الرغيف ديالنا من الكسكاس، قدينا في طبق التقديم صافي، وكنبقاو نحطوا هكايا بشويه علينا. كنهزوا الدجاجه ديالنا بشويه باش ما تشتتش، كندوروها بدوك البصيلات كيف كتشوفوا هانتوما. شوفوا وتابعوا معايا الفيديو، وفي نفس الوقت خليوا لي تعليق زوين الى عجبكم الفيديو. بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء ديالكم، يعني بارطاجيو، راه البارطاج زوين بزاف كيعاون القناه ديالنا باش تزيد تعرف اكثر ونزيدوا نقدموا اشياء اكثر. وكنشكركم بزاف على المتابعه، وفي نفس الوقت كنتمنى ان هذا الطبق يعجبكم. كنتمنى من قلبي ان الطبق يعجبكم ان شاء الله. انا كندير اكثر من جهدي باش نوجد لكم شي حويجه اللي هي صحيه وفي نفس الوقت سهله. ومره واحده اخرى كنشكركم على المتابعه، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.